يا أهلا بكل محبين قصة فيلم. صلوا على النبي في بداية الكلام، وقبل ما نبدأ هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش يشترك معانا ويفعل الجرس عشان يتابع ملخصاتنا الجديدة. وطبعا مستني أعرف رأيكم في التعليقات عشان بتفرحنا جدا. ويلا بينا نبدأ فيلم النهاردة. بيبدأ فيلمنا النهاردة بمايك وهو موجود في حفلة معمولة في فيلا كبيرة جدا، وبنعرف ان صاحبة الحفلة دي اسمها ماكسندرا، ودي بتكون ست غنية جدا. واخر اليوم بعد ما بتخلص الحفلة بينادي المدير على مايك وبيقول له ان ماكسندرا عاوزة تشوفه، وبيستغرب مايك وبيدخل لماكسندرا البيت، وبيتفاجئ مايك بكلامها لانها عاوزاه يرقص لها، وده لانها عرفت من كام انه كان بيقدم عروض رقص قبل ما يشتغل في البار. وكام قالت لها انه بعد ما رقصت معاه شغف لها رجع لها من تاني، وقالت لها ان رقصه سحري وقادر ان هو يغير لها المود بتاعها، وعلشان كده اسمه مايك السحري بسبب تأثير رقصه على الستات. فبتعرض عليه ماكسندرا ان هو يرقص معاها وهتديله الفلوس اللي هو عاوزها، فبيوافق مايك، ولكنه بيقول لها ان دي اخر مره هيرقص لها فيها عشان ما تفتكرش انها تقدر تشتريه بفلوسها. وبتوافق ماكسندرا وبتوعده ان لو قدر يرجع لها شغفها هتديله اللي هو عاوزه. وبيوافق مايك وبيبدا يرتب الكراسي عشان يبدا رقصه، وبيقعد ماكسندرا على كرسي في نص البيت وبيبدا يرقص لها. واثناء ما هما بيرقصوا بنلاحظ ان مايك بدا يعجب بيها، وبعد ما بيخلصوا رقص بتكون ماكسندرا متحمسه جدا ومبسوطه لان مايك قدر يرجع لها شغفها، وعلشان كده قررت انها تعمل له كل اللي هو عاوزه. فبتعرض عليه ان هو يشتغل معاها لمده شهر وهتديله 60,000 دولار. فبيوافق مايك من غير ما يعرف هو هيشتغل ايه معاها اصلا. وتاني يوم بيسافر معاها لندن عشان يبدا شغله هناك، وبنشوفهم هم على الطياره وبتحكي له عنها وعن حياتها، وبتقول له انها عاشت مع جوزها روجر كل السنين دي بسبب بنتهم زيدي. وبتقول على روجر ان هو من عيله كبيره وعيلته متحكمه في الاعلام في انجلترا، وان هي بعد ما تتطلق منه هتاخد المسرح بتاعه اللي موجود في لندن، وهتبقى غنيه ساعتها بسبب المسرح ده ومش هتحتاج لفلوس روجر مره تانية. وبتنصحه ما يعجبش بيها لانها اغنى منه ومش هترتبط بيه. ولما بيوصلوا لندن بتوديه للبيت بتاعها وبتقول له ان هو هيبات معاها لحد ما يخلص شغل. وفي البيت بتاعها بيقابل فيكتور المساعد بتاعها، ولما بيساله عن الشغلانه اللي هو جاي لندن عشان يشتغلها بيقول له فيكتور ان ماكسندرا عاملاها له مفاجاه ومأكده عليهم ان محدش يقول له حاجه، وبيسيبوا فيكتور عشان يغير هدومه. فبيغير مايك هدومه وبيخرج معاها عشان يشتروا لبس، وبتشتري له لبس كتير جدا وغالي كمان، وبيكون برضه مش فاهم هي بتعمل معاه كده ليه. وبعد ما بيشتروا لبس بيروح المسرح بتاع روجر، واول ما بيوصلوا المسرح بيلاقي الممثلين بيعملوا بروفا، فبتقول لهم ماكسندرا انها قررت توقف عرض المسرحيه بتاعتهم، وده لانها هتتطلق من روجر والمسرح هيبقى بتاعها لوحدها، وعشان كده هي هتوقف عرض المسرحيه وبتطرد المخرج لانها مش محتاجه له. وبيبدا فريق التمثيل وبيقدموا استقالتهم، وده لانها طردت المخرج بتاعهم. ولكن ماكسندرا ما بتهتمش وبتقول لهم ان مايك هو المخرج الجديد، وبتقول لهم انها ناويه تحول المسرحيه من عرض تمثيلي لعرض رقص، ومايك هو المخرج الجديد للمسرحيه بسبب خبرته في مجال الرقص. فمايك نفسه بيتصدم من كلامها وبيتفاجئ بالمفاجاه اللي هي عاملاها له، وبيكون متخيل انها بتهزر لانه اعتذر للرقص ومش عاوز يرجع له مره تانية. وبيخرج هو وماكسندرا وبيتغدوا مع بعض، وفي الاثناء دي بيقول لها مايك على الحقيقه، وبيقول لها ان هو مش مبسوط باللي هي عملته، وده لانها طردت المخرج وباقي فريق التمثيل واستقالوا بسببه، وبكده مش هيفضل حد ان هو يشتغل معاه اصلا. فبتقول له ان هي عاوزاه يقدم العرض بتاعه وما يشغلش باله باي حاجه تانية، وبتقول له ان مرتبات كل الموظفين هتفضل زي ما هي من غير ما يشتغلوا. واثناء ما هي بتتكلم بتظهر زيدي بنتها وبتعرفها ماكسندرا على مايك، وبتقول لها ان هو المخرج المسرحيه الجديد، وبتكلمه زيدي باسلوب مستفز، وبتقول له امها انها مش عاوزه تتعامل معاه لانها غيرانه عليها منه وبتسيبهم وبتمشي. فبتروح ماكسندرا وراها وبتسيب مايك لوحده. وفي اخر اليوم بنشوف مايك وهو بيكلم اصحابه وبيوعدهم ان هو هيرد لهم فلوسهم قريب جدا، وبتقطع ماكسندرا المكالمه وبتوري له راقص من ايطاليا وبتقول له انها كلمته وهيجي يعمل اختبار الاداء على المسرح بتاعها، وبتوري له كذا حد تاني عشان يختار ما بينهم، وبتسيبه عشان تطلع تنام. وتاني يوم بيلفوا في شوارع لندن عشان يجمعوا مواهب الرقص من الشوارع، وبيختاروا اشطر ناس بتعرف ترقص وبيعملوا لهم تجارب اداء، واللي بيعجبهم بيضموهم للمسرح بتاعهم. وبنشوف ماكسندرا ومايك وهم بيتفرجوا على المواهب، وبعد كام يوم من تجارب الاداء بيستقر مايك على الفرقه اللي هيشتغل معاها، وبيجمعوهم في المسرح عشان يبداوا التدريب بتاعهم، وبيقول لهم مايك على الحركات اللي هيعملوها على المسرح، وبيحضر هو وماكسندرا كل البروفات، وبيبان ان هم وقعوا في حب بعض. وتاني يوم بيلبس مايك بدله شيك جدا عشان رايح مع ماكسندرا الحفله، ولما بيوصلوا للحفله بيقعد مع اصحابها وبيفضل باصص لها ومركز معاها، وبتكون بتحكي لاصحابها عنه وازاي اتعرفوا على بعض، وبتقول لهم انها هتطلق من روجر قريب وهتاخد منه المسرح. ولما بتخلص كلامها بتسيبهم وبتروح للحمام، فبيقولوا اصحابها المايك انها بتحلم وان روجر مش هيسيبها في حالها وهياخد منها كل حاجه قبل ما يسيبها. وقبل ما يرد عليهم مايك بترجع ماكسندرا من الحمام، فبتستأذن منهم عشان تمشي هي ومايك ويرجعوا للبيت. واثناء هم في الطريق بتحاول انها تقرب منه لكنه بيتحرج من فيكتور فبيبعدها عنه، فبتتضايق جدا انه بعدها عنه. واول ما بيوصلوا البيت بتسيبه وبتطلع تنام. وتاني يوم بيروح على المسرح عشان يكملوا البروفات بتاعتهم، وبنشوف الفرقه وهي بقت منسجمه جدا مع بعض وحافظت كل الحركات اللي هيعملوها على المسرح. واثناء ما هما بيعملوا بروفات بيوقفهم مندوب من البلديه وبيقول لماكسندرا ان روجر رفع عليها قضيه عشان غيرت حاجات في المسرح، وكده هتوقف كل البروفات لحد ما تقنع روجر انه يتنازل عن القضيه دي. فبتتضايق ماكسندرا جدا وبتروح لروجر الشركه بتاعته
وبتطلب منه ان هو يبعد عنها وعن حياتها ويسيبها تقدم العرض بتاعها، ولكنه بيقول لها انه رافض ده وهياخد منها كل حاجه، وبيقول لها ان المحكمه في قضيتهم ادته الحق ان هو ياخد منها كل حاجه، وهي بكده هتبقى مفلسه ومش هتقدر تقدم العرض لان المسرح رجع له مره تانية، وبيقول لها ان مايك بيستغلها عشان فلوسها وبس. فبتتصدم ماكسندرا من كلامه وبتسيب الشركه وبتمشي، وفي طريقها بيقول لها فيكتور ان روجر عنده حق وان هو كمان شايف ان مايك بيستغلها عشان الفلوس. ولما بتوصل للمسرح بتقول لمايك انها هتوقف العروض وان هي عاوزاه يبعد عنها ومش عاوزه تشوف في وشه مره تانية، فبيقول لها مايك ان ده كان حلمه وهو مش هيتخلى عنه وهيكمل العرض وبيسيبها وبيمشي. وبنشوفه بيرجع للمسرح مره تانية عشان يكمل البروفات، وبيكملوا بقيه البروفات بتاعتهم في السر عشان ما يتسجنوش. وبيقدر مايك ان هو يعلم الفرقه كل الحركات اللي هيعملوها في العرض، وبيستنى الوقت اللي يقدروا يعرضوا فيه المسرحيه بشكل رسمي. وبيقرر مايك ان هو يعرض المسرحيه وبيبدا يدعي الناس عشان يحضروا المسرحيه، وبتساعده في ده زيدي وبتبعت لكل اصحابه امها. وطول الفتره دي بتكون ماكسندرا قاعده في اوضتها وقافله على نفسها ودايما مكتئبه، وده لانها خسرت كل حاجه وكمان بقت مفلسه وبتكون بعيده عن مايك لانها بدات تحبه. وفي يوم العرض بيجهز فيكتور وزيدي عشان يروحوا للمسرح، وبيروحوا لاوضه ماكسندرا عشان يقولوا لها على الحقيقه وياخدوها معاهم. واول ما بتعرف ان مايك عمل كده بتنهار لانها ممكن تتحبس، ولكن زيدي وفيكتور بيطمنوها ان هي مش هتتحبس وان فيكتور هو اللي هيتحبس، وبيقنعوها تروح معاهم للعرض عشان تتفرج على مايك وهو بيحقق حلمه. وفي المسرح بنشوف الناس اللي جايه تتفرج على العرض وبيكون عددهم كبير جدا، وده بيكون بسبب شهرة المسرح. واول ما بيجي ميعاد العرض بتطلع الفرقه على المسرح وبيبداوا يقدموا العروض بتاعتهم، والناس بتتبسط منهم جدا وبيكونوا مندمجين معاهم بسبب الحركات الغريبه اللي هم بيعملوها. وفي الفصل الاخير من المسرحيه بيقدم مايك عرض راقص مع راقصه تانية، وبيقدروا ان هم يشدوا الناس ليهم وبيخلوا الناس تحب رقصهم. واثناء هم بيرقصوا بيفتكر مايك كل ذكرياته مع ماكسندرا، وبيتمنى لو هي كانت بتقدم معاه العرض ده لان ده حلمهم هما الاثنين، وان هو ما قررش يرجع للرقص غير علشانها وعلشان هو حبها فعلا، لكنها اتخلت عنه وعن حلمها بسهوله. وهو دلوقتي بيحقق حلمه وبيقدم العرض في اشهر مسرح في لندن، ولكنه مش مبسوط لان هو بيقدم العرض مع واحده تانية غيرها. وفي الوقت ده بتفضل ماكسندرا تتفرج على العرض وهي متوتره لانها بتكون فرحانه بالعرض وفي نفس الوقت زعلانه لانها ما اتمسكتش بمايك واتخلت عنه في اول اختبار حقيقي، وبتقول لنفسها انها كانت تقدر تفضل معاه ويحققوا مع بعض حلمهم ويقدموا العرض سوا. وبعد ما بيخلص العرض بيسقف المسرح كله المايك وبيشكرهم على العرض الجميل اللي هم بيقدموه. وبعد العرض ما بيخلص مايك بيقابل ماكسندرا وبتقول له على الحقيقه، وبتقول له ان هي خسرت كل حاجه وبقت مفلسه وانها مش هتقدر تديله الفلوس اللي هي وعدته بيها، وبتقول له انها اتخلت عنه لانها كانت خايفه من روجر. وبيقول لها مايك ان هو مش مهتم بالفلوس بتاعتها وان هم هيكسبوا فلوس كتيره جدا من العرض بتاعهم والعروض التانية اللي لسه هيقدموها، وانهم هيقدموها على نفس المسرح وهي هتشارك فيها. وبيقول لها لاول مره ان هو بيحبها وان عاوز يقضي بقيه حياته معاها، وموافق ان هو يرتبط بيها وهي مفلسه لان هو كمان مفلس وما معهوش فلوس. فبيرتبط مايك بماكسندرا وبيقرروا يكملوا حياتهم مع بعض وبيقدموا عروض تانية كتير على المسرح واللي هي هتشارك فيها. وبكده بيكون فيلمنا خلص النهارده. ما تنساش تعمل لايك للملخص لو عجبك، وما تنساش تعمل اشتراك في قناه قصه فيلم عشان يوصلك الملخصات الجديده، وما تنساش تعمل فولو لصفحه قصه فيلم على الفيسبوك، هسيب لك الرابط بتاعها في البايو تحت. سلام.